6 عناصر تراثية فقط تحصيها الجزائر ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني رغم الزخم الكبير لعادات وتقاليد ومعالم تاريخية على أرض الجزائر. أينما وليت وجهك شطر الشرق أو الغرب، شمالا أو جنوبا، سترى الاختلاف بين أنواع التراث المادي واللامادي. تراث تشابه بعضه بما لدى دول الجوار فسارعت إلى تصنيفه وتبنيها، الأمر الذي أثار حفيظة الجزائر التي قررت لملمة تراثها الثقافي وتصنيفه. المجالات التراثية التي نرى أنها بحاجة إلى أن تصنف وقد صنف بعضها ورح تعرفوا أيضا هناك عمل يتم أيضا لتصنيف أشياء أخرى من بينها الري وغيره، موش غير هذا. كيالين الماء فيها التقدير تاع قسنطينة، تقدير الماء الزهر هذا. هذه الأشياء التي تبدو للناس أشياء بسيطة ولكنها جزء هام في تراث مجتمع وتراث أمة. يأتي إقدام الجزائر على استرجاع تراثها وتصنيفه ضمن الموروث العالمي بعد الحرب الإعلامية بينها وبين المغرب حول تصنيف الكسكس كتراث مغاربي. فن الراي يدخل هو الآخر في هذه الحرب. الجزائر تراه جزءا من تراثها الأصيل فيما تسعى الرباط إلى نسب أصوله إليها. صعب جدا على أي حتى مركز البحوث أن يقوم بتغطية كل هذا التراث لأنه يحتاج إلى مجهودات كبيرة جدا. هناك 6 موروثات اليوم مدونة في اليونسكو جزائرية، وهذا لا يكفي لأن الجزائر تاريخها يمتد حتى العصور ما قبل الحجري. التنوع الإقليمي والحضاري في الجزائر جعلها أشبه بمنجم يكتنز موروثا إنسانيا وحضاريا. بعد السطو الثقافي والحضاري الذي طالها، قررت الجزائر أن تحصر قائمة موسعة لموروثها التاريخي والثقافي لتودعها ضمن التراث الإنساني العالمي لدى اليونسكو. خطوة على تأخرها ستكشف النقاب وتحفظ مكتنزات حضارية قيمة مدفونة في أرض تعاقبت عليها حضارات كثيرة. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين.